النهارده بقى يوم مش عادي، النهارده 4 يونيو 2023، افتتاح أيقونة العمارة المملوكية، أقدم جامع مملوكي عمره حوالي 700 سنة. ومش بس كده، ده تاني أكبر مسجد بعد مسجد أحمد بن طولون. متخيلين بقى إن هو مبني على 3 أفدنة؟ النهارده افتتاح مسجد الظاهر بيبرس اللي بناه بيبرس البندقداري سنة 665 هجريا. المسجد في ميدان الظاهر بالقاهرة. أكتر حاجة بتميز المسجد ده إن هو ليه طراز معماري مختلف، غير إن ليه كمان 3 مداخل تذكارية. المسجد ده بقى حكايته حكاية. عايز تعرف إيه حكايته؟ خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام، صحة كويسة. وبكل بساطة أنا رشا حسن، ودي حلقة من سلسلة الأثريات مسجد الظاهر بيبرس البندقداري. استنينا افتتاحه ده كتير قوي، والمسجد ده بالأخص حكايته حكاية. أيام الحملة الفرنسية على مصر تم تحويله لقلعة للفرنسيين، ومش كده وبس، دول كمان غيروا اسمه لقلعة سيكوفكسي. لكن جه محمد علي باشا الكبير وقال لك مسجد ايه ده اللي يتحول لقلعة؟ فتم تحويله لمصنع صابون. نويت أصلي ركعتين لله. الله أكبر. لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك. وقال لك يعني هو الفرنساويين أحسن مننا؟ لكن جه الاحتلال البريطاني على مصر فتم تحويله من مصنع للصابون لمذبح، وكعادة المحتلين تم تغيير اسمه لمذبح الإنجليز. وجينا سنة 2007 وبدأ مشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس، والحمد لله عشنا وشفنا النهارده افتتاحه. وأوعدكم إن مجموعة الأثرجية هننظم قريب رحلة ليه، ودي كانت حكاية أيقونة العمارة المملوكية، واستنونا في حكايات حلوة كتير من الأثرجية. باي باي.